السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنشارك معكم واحد الحوته درتها على البوطه. عندنا شويه الربيع مقطع، عندنا واحد الكاس صغير ديال الزيت العود وزيت زيت روميه بحال عندي واحد الحامضه معصره، عندي العطريه ديال الحوت كامله، البزار، القزبر كارم، تحميره، خرقوم بلدي، كمون، سكينجبير، عندي واحد الطامه ديال الحوت، عندي حامض مصير، عندي شويه الزيتون، عندي شويه صويا صوص، عندي شويه الخل كندير فيه الخل، وعندي الخضره مقطعه، خيزو، فلفله، مطيشه، بطاطا، عندي فلفله حاره، وعندي الحوته. اول حاجه غادا ندير العطريه كامله مرقه وحده في الربيع، ونخلطها. ندير شويه الصويا صوص، ما كنديرش ملحه حيت الكنوره والصويا صوص مالحين، اللي كيبغي يزيد يملح انا كنديرها هكا كيجيني القياس هو هذاك. يلا مع الحامض المصير والزيتون نديرو الحامضه، نديرو الزيت العود مع الزيت الروميه، ندير شويه الخل واحد 2 معالق كبار، نخلطو مزيان. دابا بعد ما استفت خيزو والفلفله، سكرت ما وريتكمش في المقادير. الثومه، نسيت الثومه، نزيد الثومه بعدا هي الاولى. الثومه ضروريه في الحوت، الا كانت عندكم غبره حتى هي تجي زوينه. دابا غنستفو نكملو التستاف ديالنا. مطيشه، حتى الدنجال كيجي فيه زوين، اللي عنده دنجال يدير الدنجال، واللي عنده الحار يدير الحار. انا ما درتش الحار اليوم، درت غير الفلفله. اللي عنده الهريسه ولا ديك السودانيه المدقوقه يديرها تيجي زوينه. دابا غادي نكملو الدهين ديال الحوته. من الداخل مزيان. دابا نزيدو واحد شويه الماء، نزيد واحد شويه الماء على هذا باش ما نمرقش من بعد. هذا هو الماء، ما كنعاودش نزيد كاع الماء نهائيا. هذا هو بحال تقريبا نص كاس ديال الماء. اذا درتوها في لاطه في الفران غادي تغطيو عليها مزيان وتخليوها. الا درتو بحال هكا فوق الطاجين، فوق البوطه الطاجين ولا اي حاجه مسدود عليها، صافي غير كتغطيو عليها بالغطاء وكتخليوها ما تجيش حتى هي تطلق الماء ديالها. طبعا نزيدو الحامض المصير، الزيتون، وغادي نسد عليها ونخليها طيب على المحل ديالها على راحتها. هكذا نحطها
على نهار مهيله، ولكن انا ما غنطيبهاش دابا، غنخليها ترقد واحد شويه حتى تتسوي، ولا على حسب ما الوقت اللي عندكم توجدوها بكري وتخليوها تترقد. قد ما ترقدات كتكون مزيانه. الشكل النهائي ديال الحوته ديالتنا طابت على نار مهيله. نتمنى يعجبكم الفيديو. الا عجبكم ضغطوا لايك وابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.